اوكي. السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم معايا عاوتاني في فيديو جديد، رياكسيون جديده. اليوم غادي نديرو من طبيعه الحال على واحد من النجوم ديال المنتخب المغربي اللي هو اشرف حكيمي. حقائق لا تعرفها على اشرف حكيمي، اول عربي يلعب لريال مدريد، ناديه المغربي المفضل هو. المهم تبعوا الفيديو كامل، غتكون عباره على رياكسيون الاهم الحقائق على اشرف حكيمي. تفرجوا في الفيديو كامل، تابونا في لاشين، ديروا جيم، بارطاجيو فيديوهات. هاد لاشين هادي خاصه بلي رياكسيون على المنتخب المغربي، اللعابه ديال المغرب، اللعابه ديال البطوله، نقدروا نديروا النجوم ديال العالم. المهم بصفه عامه كره رياكشن، سير على الله. عبر بوابة سانتياغو برنابيو وجد نفسه على موعد مع دخول التاريخ، وأصبح أول لاعب يحمل جنسية عربية يرتدي قميص ريال مدريد. إنه المغربي أشرف حكيمي صاحب 20 عام، والذي بدأ طريق المجد من 20 عام، 20 سنة، 20 سنة وكتلعب مع ريال مدريد. بحال المغاربه كيبداو بالتقاعد، المغاربه ديال 94 95 93 كيبداو بالتقاعد عاد فهمتي. إما بقلعة الميرينغي، واليوم يتألق في ملاعب البوندسليغا مع دونك بروسيا الفيديو دورتموند. قديم. في هذا الفيديو سنقدم لكم 10 حقائق عن أشرف حكيمي. أشرف حكيمي، مولده ونشأته، وتحوله من مهاجم إلى ظهير، ولماذا رفض اللعب لإسبانيا، وهل يعود إلى ريال مدريد، وقصته مع الطفل الذي كتب اسمه على كيس بلاستيكي ومثله الأعلى، وما الفريق المغربي الذي يشجعه، وأشياء أخرى سنتعرف عليها سويا في هذا الفيديو. تخيل معايا عندك 20 سنة وكتلعب مع رونالدو، عندك 20 سنة وكتلعب مع رونالدو. دايو ضمن سلسلة حقائق عن نجوم الرياضة، والتي تشاهدونها على قناتكم نت سبورت. تبقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، حكيمي في 4 من نوفمبر عام 1998 في العاصمة الإسبانية مدريد، لوالدين مغربيين مهاجرين. فوالده ينتمي إلى مدينة واديزم بالمغرب، ووالدته تعود أصولها إلى مدينة القصر الكبير المغربية أيضا. حكيمي عشق كرة القدم منذ طفولته المبكرة. جهات بني ملال الخنيفرة محيحة في الدوريات، محيحة. بني ملال ها واتزم، شي نهار يطلع لكم شي واحد من الفقيه بن صالح، شي واحد من خنيفرة، وغدا بحال هكا. يعني فريمون هاد الجهة هادي اللي انا كنسكن فيها وكنتمي ليها، فيها بزاف ديال المواهب، فيها بزاف ديال الطاقات، فيها بزاف ديال اللعابة. واحد فيهم ما عطاتناش الوقت وصافي. رغم أن والدته طلبت منه أن يمارس أي رياضة أخرى كالجودو أو السباحة، إلا أنه وجد في الكرة شغفه الأول والوحيد. كاع المغاربة كيبغيو الكرة، كاع يقضي جل وقته في اللعب. عرفتي في المغرب إلا كان شي واحد دري ما كيبغيش كرة كيبان غريب. المغرب غريب، داكشي الراب وكذا. المهم اي واحد ما كيلعبش كره في صغرو هادي كيبان للدراري غريب. غير هي دابا فهاد الالفينات، هاد اصحاب 2000 وطلع للفوق، ما فري فاير بابجي ما عندهمش المشكل. بعد الخروج من المدرسة، ويقول والده: أشرف كان عاشقا للكرة بدرجة كبيرة، وبسببها لم يكن يهتم بدراسته. وأضاف ضاحكا: في يوم من الأيام حصل على درجات سيئة في المدرسة، وطلب منه أحد معلميه أن أحضر لأوقع على الملف الخاص بدرجاته، لكنه كان خائفا من ردة فعلي، فأخفى الملف وقام بتقليد توقيعي، لكني علمت. مغربي. كنزوروا التوقيع ونزوروا النقطة ونزور مغربي. بعد ذلك مسيرته الكروية. في عمر السادسة بدأ حكيمي مشواره مع المستديرة، وانضم إلى ناد إسباني يدعى ديبورتيفو كولونيا أوفيغيفي، والطريف أنه كان يلعب في مركز المهاجم. وبعد موسم واحد التقطته أعين كشافي ريال مدريد، وقام النادي مغربي بتوجيه دعوة له للالتحاق باختبارات الفريق. وحينها خاض الطفل الصغير بطولة ودية مع صغار الملكي، ونجح في إقناع المسؤولين لينضم بشكل رسمي إلى ناشئي ريال مدريد عام 2006. هناك تدرج اللاعب مع الفئات السنية، وقام أحد مدربيه بتغيير مركزه من المهاجم إلى الجناح ثم إلى الظهير الأيمن، فأبدع وتألق.
وفي عام 2016 تم تصعيده للعب مع كاستيا ريال مدريد حين كان يدربه زين الدين زيدان. وفي أغسطس 2017 استدعاه زيزو لقائمة الفريق الأول عندما أصبح مدربا له. وجاءت 20 سنة كتلعب مع رونالدو، كتلعب في ريال مدريد، مدربك زيدان ومعيط عليك زيدان الفرقة الأولى ديال الفرقة. دوز ريال مدريد، دورتموند، الانتر ميلان، بي اس جي. بارك عليه، غير هادشي اللي لعب في كرة القدم بارك عليه فريمون، راه بزاف. أولى مشاركات اللاعب بقميص الفريق الأول في الأول من أكتوبر عام 2017 أمام إسبانيول في الليغا، ليصبح أول لاعب عربي يمثل منتخبا عربيا يلعب لريال مدريد. وفي صيف 2017 أراد النادي منحه الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات، فقام بإعارته لمدة عامين إلى ناديه الحالي بوروسيا دورتموند. هذه الحالي هي الحالي. حياته العاطفية. في أواخر عام 2015 وقع حكيمي في غرام فتاة إسبانية تدعى لوسيا أوتريرا، واستمرت علاقتهما قرابة 3 سنوات قبل أن ينفصلا في بداية عام 2018. ولم يمضي وقت طويل حتى دخل النجم المغربي في علاقة أخرى مع ممثلة إسبانية تحمل أصولا ليبية وتونسية تدعى هبة أبو خريس، وتعرف بهبة عبو، تكبره 12 عام. وبعد انتهاء كأس وات كبيرة بيه ب 12 عام، كبيرة عليه. ممثلة إسبانية تحمل أصولا ليبية وتونسية تدعى هبة أبو خريس، وتعرف بهبة عبو، تكبره 12 عام. What the fuck؟ فريمون هادي ما كنتش عارفة، لأنه في التصاور وكاملين كندخلوا الانستغرام وكنبقاو نطلعوا نهبطوا كيبانوا لينا التصاور ديالو، دونك كيتصوروا بزاف وكتبان بحال قلتي قدو في اللاج. كبيرة عليه ب 12 عام فريمون، ما بين ماشي عندي مشكل، غير هي ما كنتش عارفة. واو اوكي. بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر أعلن حكيمي أنه سيتزوج منها في أقرب وقت، لكن حتى هذه اللحظة لم تخرج أي أخبار رسمية حول زواج الثنائي. ومؤخرا ولدو قام اللاعب بنشر صورة له مع رفيقته على انستغرام بعد تسجيله هدفين في مرمى سلافيا براغ، معلنا انتظاره لمولوده الأول. وكتب: وعدت زوجتي أن أسجل هدفا أهديه لمولودنا المستقبلي. يبدو أن الفرحة والسرور دفعتني إلى تسجيل هدفين وليس هدفا واحدا فقط. شكرا هبة عبوك. وحينها انقسمت تعليقات متابعيه بين مهنئين له وبين انتقادات وتساؤلات عما إذا قد خالف تعاليم الدين الإسلامي وسينجب من علاقة خارج إطار الزواج، خاصة وأنه لم يعلن عن زواجه رسميا بعد. المغاربه كيطبقوا الدين غير على اللي بغاو، اما على راسهم راه ما غيطبقوش. غيشوفوا شي واحد مشهور وكذا وكيقولوا واش طبقتي الدين ولا ما طبقتيش، وطبقوا انت بعدا هذا قول ليه هو يطبقوا، وباقي هو بعدا كيحترم والديه كيبوس ليهم الراس وهادي، ويقدر يكون كيصلي وهادي. المهم شوف انت شنو درتي بعدا، عاد يجي يقول شي واحد اش كدير. يعني من هنا نبداو براسنا، انا بعدا نبدا براسي، عاد نشوف الناس الاخرين. وعلاش غتشوف الناس الاخرين اصلا؟ انت في سوق راسك وتهنى. الدين الله اللي غادي يحاسبه ماشي انت. يعني انا مثلا درت شي حاجه، انا اللي غندي الذنوب ديالها، انا اللي غندي الحسنات ديالها، ماشي واحد كيشوف حكيمي مغربي قال لك راه مزوج علاقه، شكون قال لك هو مشى تزوج داروا العقد وكذا عاده، ما بغاش هو كاع يقول لهم انني مزوج. ما كايناش، ممكن صح. لماذا رفض إسبانيا؟ أشرف حكيمي يحمل جنسية مزدوجة، الإسبانية بحكم مولده ونشأته بإسبانيا، والمغربية انتسابا لبلد عائلته، ولذلك كان مؤهلا لتمثيل منتخب لاروخا الأول إلى جانب المنتخب المغربي. بل إن الاتحاد الإسباني عرض عليه ذلك بالفعل، إلا أنه رفض وفضل اللاعب لأسود الأطلس في خطوة علق عليها بعد ذلك قائلا: شاركت رفقة الفئات الشبابية لمنتخب المغرب، شعرت وبكل بساطة أنه سيكون من الأفضل اللعب مع المغرب. لست أدري ماذا كان سينتظرني في المستقبل إذا لعبت مع إسبانيا، ولكن هذا كان قراري، لأنني أحسست بأنني مغربي وأنني مسلم بسبب عائلتي وكافة جذوري التي لدي هناك. أعتقد أنه كان قرارا جيدا.
كان قرارا جيدا. مرحبا بك. الله ودي الله ودي. موقف كوميدي. خلال فترة تواجده مع شباب ريال مدريد كان النجم المغربي بطلا لواقعة طريفة، وذلك بعد أن قام بتنفيذ ركلة جزاء بدون حذاء. ويحكي شقيقه نبيل ما حدث قائلا: قبل إحدى مباريات شقيقي أشرف مع شباب ريال مدريد قال لنا بأنه سيفعل شيئا ما في المباراة، ولكننا لم نتخيل أنه سيسدد ركلة الجزاء بدون حذائه. وأضاف: حكيمي شاهد هذا الأمر في فيديو للاعب يركل حذاءه بدلا من الكرة كعملية تمويه قبل تنفيذه ركلة الجزاء، وبالفعل قام بتقليده وأحرز الركلة، إلا أن الهدف تم إلغاؤه، ولكن في نهاية الأمر انتصر ريال مدريد في ذلك اللقاء. غريب يشوت لك بلا. علاقته بزيدان. بعد إعارة حكيمي إلى دورتموند انتشرت بعض الأقاويل والشائعات بأن الفرنسي زيدان هو من طلب ذلك، وتحدث البعض عن سوء العلاقة بين الثنائي، لكن الحقيقة في ذلك مغايرة تماما لما أثير من أخبار وشائعات، حيث يتمتع حكيمي بعلاقة قوية للغاية مع زيزو منذ أن تواجدا سويا مع كاستيا ريال مدريد، كما أن زيدان معجب بموهبة اللاعب ويثق بقدراته. وبحسب صحيفة ماركا فإن الفرنسي طلب قطع إعارته في الميركاتو الماضي وعودته إلى الفريق، إلا أن بيريز فضل أن يستمر حتى نهاية مدة الإعارة. ويقول حكيمي متحدثا عن زيدان: بيننا علاقة جيدة للغاية، لقد كان دائما يعطيني نصائح جيدة، ويمكن ملاحظة أنه يود الأفضل لي كما لو كنت نجلة، ومنذ رحيلي شاهدت حديثه عني في إحدى المرات، وأشكره على منحي فرصة المشاركة مع ريال مدريد، وبغض النظر عما سيحدث سأظل محتفظا بعلاقة جيدة معه. فباين انه ما يمكنش تكون علاقه ديالهم ما مزياناش. هو اصلا اللي دربك في الفرقه اللي قبل يقدر يكونوا كيقولوا ليها الامل، في المغرب كيقولوا لها الامل، الفرقه اللي تحت الفرقه الكبيره ديال النادي. دونك هو اللي دربك وهو اللي طلعك الفرقه الاولى، دونك باينه وعاطيك بلاصتك وبزاف ديال الحوايج. سوية علاقته الحديث معا ومع وكيل أعمالي. علاقته بالطفل. الطفل يوسف. في ديسمبر 2018 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل فقير بمنطقة تازوطة في إقليم صفرو بالمغرب يرتدي كيسا بلاستيكيا وكتب عليه اسم حكيمي. تلك الصورة لاقت تعاطفا كبيرا، واتخذ المتابعون المبادرة لنقلها إلى النجم المغربي الذي تفاعل بدوره مع الصورة، ونشر على حسابه بفيسبوك يطلب من عائلة الطفل التواصل معه عبر رسائل خاصة. ولم يمضي على منشور حكيمي سوى 3 أيام حتى أعد للطفل مفاجأة كبيرة تتمثل في زيارة والديه له ومنحه أقمصة رسمية لحكيمي، إضافة إلى مساعدات مادية للأسرة التي تعيش ظروفا صعبة. كما قام بتسجيل مقطع فيديو يظهر فيه وهو يحيي من خلاله الطفل الذي يدعى يوسف ويعد بزيارته قريبا. هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان قصة الطفل الأفغاني مرتضى الذي ظهر منذ 3 سنوات مرتديا كيسا بلاستيكيا باسم ليونيل ميسي، قبل أن تتدخل منظمات دولية لبرمجة لقاء بين اللاعب وأصغر معجب له فيما بعد. دايم فريمون بزاف ديال الحوايج ما كنتش عارفهم، بحال السن ديال الزوجه ديالو، بحال هاد القضيه هادي ديال يوسف الطفل يوسف. شنو هي الحاجه الاخرى؟ كاش الحوايج اللي دازو في الفيديو ما كنتش عارفهم. المهم فوالا ما غاديش نكملوا الفيديو كامل لانه 14 دقيقه الكونيكسيون عندنا يا سلام. المهم فوالا غنساليو الفيديو، تابوناو في لاشين، ديروا جيم، بارطاجيو فيديوهات، اند يا بيس.